ابنك بيكح والكحه مش بتروح؟ تعالي بقى اقول لك شويه حاجات مهمه ممكن تكون هي السبب. اول حاجه، الكحه مش كلها دور برد، ومش كل كحه لازم تروح لوحدها. في اسباب كتير جدا ممكن تكون ورا الكحه، منهم حاجات بسيطه وحاجات لا، ومحتاجه بقى تدخل وكشف. يعني مثلا الكحه لو معاها حراره وتعب ممكن تكون انفلونزا او التهاب رئه. لو صوت الكحه غريب كده وزي صوت الديك، احتمال كبير تبقى كروب او خناق، وده بقى بيزيد بالليل. وكمان الكحه لو بتيجي بعد الاكل او بالليل ممكن يكون ارتجاع مريء. ولو في صوت صفير والطفل بينهج بسهوله مع المجهود ممكن تكون حساسيه. لكن الكحه لو بدات فجاه وبدون اعراض تانية وما بتفصلش، خدي بالك بقى ممكن يكون بلع جسم غريب. المشكله بقى ان كل سبب من دول ليه علاج مختلف تماما، وعشان كده مش هتعرفي تعالجي صح بدون تشخيص مظبوط. اهم حاجه لو الكحه طولت او بقت مختلفه او معاها اعراض تانية زي حراره، خمول، صفير، ما تستنيش بقى اكتر من كده، واكشفي عشان ترتاحي وتطمني. ولو الكحه بسيطه ممكن تدي دواء كحه اعشاب زي الريسبيديمب مثلا، ده هيهدي معاك الدنيا لغايه لما نكشف. او لو خف يا ستي يبقى وفرنا ثمن الكشف. اي خدمه.